ده معناه ان انت شخصية سهلة الانقياد او سهلة التأثير فيها، بتتأثر بسهولة بكلام الناس او بطلبات الناس ورغبات الناس. الموضوع طبعا لو بيضايقك وبيأثر عليكي سلبا وبتزعلي بقى اما تروحي البيت وتقعدي تفتكري ويا ريتني ما عملته كده، يبقى لازم تمنعيه وتحطي له حدود. طيب اتعلم ده ازاي؟ بنتعلم نقول لا. طب دي صعبة ولا سهلة؟ هي صعبة بس بتاخد مراحل في التدريب. يعني ايه؟ واحدة واحدة بتدرب عليها في البيت، واحدة واحدة بفتكر الأذى اللي بيحصل لي لو أنا وافقت على أي حاجة أنا مش عايزاها، رحت مشوار مش عايزاه، جبت حاجة مش عايزاها، سلفت ناس فلوس وأنا محتاجاها. لازم أتعلم أقول لأ. الفكرة كلها إن إحنا يعني لازم نساعد الناس ولازم ندي، بس إحنا بندي في حدود طاقتنا. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بدي على قدر طاقتي. واحد عايز مني 100 جنيه وانا معايا 50، ممكن اديله ال50 بس مش هجيب له ال100، ما انا مش معايا. يعني انا خلاص هساعد باللي اقدر عليه اللي هو ال50، او مثلا اديله 40 واخليه لي 10 كده. يعني ده مثال. النبي عليه الصلاه والسلام حث عليه: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يعني انت لو عندك اهل لازم تصرف عليهم كويس. وانك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فده علمنا ان انا برضو الايثار ليه حدود، لان برضو الأقربون أولى بالمعروف. إن هو الأهل دايما هم الأولى بالصدقة وبتاخد عليهم حسنات وهكذا. فمعنى الكلام إن إحنا بنعمل موازنة أو بالانس ما بين العطاء للناس وما بين الاهتمام بنفسك وصحتك وسلامك النفسي، وإنك تهتم بعيلتك والناس اللي أنت مسؤول عنهم.